السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض فرخة حلوة كده وجميلة وطعمها كان يفتح النفس، وشكلها يفتح النفس، وكلها على بعضها كانت زي الفل. مش عايزة أقولكم طعمها حلو ازاي. المهم، لما تيجي تجيب الفرخة بتاعتك لازم تنضفيها كويس جدا جدا جدا. الموضوع كله بيتوقف على النظافة بتاعة الفرخة بتاعتك. لو الفرخة بتاعتك مش نظيفة صدقيني هيبقى ريحتها مش كويس ومش هتبقى مستساغة خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله يا لولو. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الفرخة بتاعتنا، وطبعا البهارات ملح وفلفل وشطة وزعتر وحبهان مطحون، وعندي سكر كمان بدل العسل، وعندي هنا معجون طماطم اللي هي الصلصة، وعندي طماطمتين كده بشراهم، وعندي بصلة مبشورة، وعندي فصين من الثوم، وعندي هنا 3 معالق من الصويا صوص، 3 معالق كبار، وعندي كمان ليمون وبرتقان. طبعا الليمون والبرتقان عشان برضو لو في اي يعني لو ذره من الزفاره موجوده لسه هنتغلب عليها ان شاء الله. طبعا ودينا الانسه فرخه في جنب كده، وجبنا دلوقتي البوله بتاعتنا الجميله ونزلنا فيها بكل حاجه احنا قلنا عليها، طماطم والصلصه والبصل والبهارات والثوم، ودلوقتي كمان هنعصر عليها البرتقان وهنعصر عليها الليمون. طبعا كان طعمها يا جماعه تحفه، وكان ريحتها جميله جدا. اهتمي بالحاجه بتاعتك ونظافه الحاجه بتاعتك هتطلع زي الفل. دلوقتي عصرنا البرتقال بتاعنا، ودلوقتي انا بعمل حركه ايدي دي علشان لو في اي بذره كده ولا كده ما تنزلش تحت. بس بقى الغريب ان في واحده نطت بعيد عن ايدي خالص، 2 كمان. شوفوا اهم. دلوقتي هنشيلهم اول لما نخلص الليمون عصره. هنشيل دلوقتي الاتنين اللي وقعوا مني اهو. تمام. هنخلط دلوقتي الخلطه بتاعتنا دي كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. بس هنشيل بس اي حاجه وقعت مني كده هشيلها وزي الفل كده. هنخلطهم دلوقتي كويس. ودلوقتي بقى هنشيل الخلطه بتاعتنا الجميله دي ونحطها على جنب. بس قبل ما نشيلها هناخد منها 3 معالق او 4 كده علشان هنعمل حاجه دلوقتي مع بعض هنشوفها ان شاء الله. هنجيب الفرخه بتاعتنا وهنجيب الطاجن. مش عايزه اقولك الفرخه او اي حاجه تعمليها في الطواجن بتبقى طعمها غير ما بتعمليها في اي حاجه تانية، بتبقى طعمها حلو جدا 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 كمان. هنجيب الفرخه بتاعتنا بقى ونكون مورقينها، يعني فاصلين كده الجلد بتاعنا عن اللحمه. دلوقتي هنحط خلطه جواها وتحت الجلد وفوق الجلد. بس قبل ده كله هنجيب السكينه بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نفتح فتحات في الفرخه زي ما انتم شايفين عشان التتبيله تخش جوه الصدر، لان الصدر زي ما انتم عارفين بيبقى مليان شويه، فهنحاول ان احنا نفتحه عشان كمان تستوي بسرعه وتاخد من الطعم وهتبقى طعمها احلى كمان اهو زي ما انتم شايفين. حلوة. احنا لسه عملناها عشان تقول حلوه، اصبر يا سيدي. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا سليم بيقول حلوه قبل ما يشوف ايه اللي هيحصل. هو اكل عشان كده يقول هي حلوه، صح يا لولو؟ اكلت معاها ايه؟ رز بسمتي ولحمة هي اللحمه. رز بسمتي بس، صح. وكمان بطاطس. وبطاطس. طيب ثواني بقى عشان نكمل الفيديو ولا ايه؟ نكمل. ثواني. دلوقتي خلاص احنا حطينا عليها التتبيله من كل ناحيه زي ما انتم شايفين. تمام كده. تمام. دلوقتي بقى طبعا مش هنسيب حاجه في البوله بتاعتنا، لازم ننزل كل حاجه لازم يعني. دلوقتي بقى هنشيل الحلوه دي على جنب وهنجيب الخضار بتاعنا. هو اقول لكم احنا كلنا بطاطس، وفعلا كلنا بطاطس معاها. جبنا البطاطس ومعاها جزر وفلفل وكوسه. ممكن تحطي فاصوليا خضراء، ممكن تحطي بسله اللي انتي بتحبيه حطيه. وهننزل بقى بكميه الخلطه اللي احنا كنا واخدينها على جنب، فاكرينها؟ تمام. دلوقتي بقى هننطقهم كذا تطقيقه كده مع بعض. زي ما انتم شايفين لغايه لما كلهم يتوغلوا كده مع بعض مع الخلطه. دلوقتي بقى هنجيب الفرخه بتاعتنا الجميله وهنحط الخضار ده معاه. طبعا الخضار ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا لانه بقى يعني واخد من كل حاجه في الطاجن، يعني طعم الفرخه نازل معاه صح، هي حلوة. ايوه حلوه يا حبيبي، بس خلينا نكمل. ممكن. 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 دلوقتي بقى هننزل كل الخضار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. تمام. تمام. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب ورقه زبده وهنجيب ورقه فويل. بس قبل ده وده بقى هنحط ايه؟ قرنين فلفل حامين كده بيخلوا الطعم كده حلو.
طبعا لما بتحبوش الحامي فبلاش. تمام. هنحط ورقه زبده وفوقيها ورقه فويل وهنقفلها كويس زي ما انتم شايفين. بتقعد قد ايه في الفرن؟ تقريبا بتقعد ساعه. طبعا هتحطيها على الفرن من تحت على درجه الحراره بتاعتها تكون عاليه، تقعد ساعة، ساعة ونص. طبعا انت هتفتحي عليها اول ما تلاقيها استوت. تمام. تاخدي بقى شوية من الخلطة كده وتحطيهم فوق الوش وتنزليها تحت الشواية. يلا بينا نروح نحطها، يلا بينا. وطلعت الحلوة من الفرن. اه بس هي جميلة فعلا. عليها طماطم وعليها ايه؟ ايه؟ عليها بقى معلقة سكر. ولا شوكة. طيب هي كان طعمها حلو جدا وشكلها كان حلو جدا. طب هي حلوة ليه؟ ثواني يا لولو. هي حلوة ليه؟ عشان انت اللي كلتها. لو عجبك الفيديو يا ست الكل، يا ريت تعملي لي لايك وباي باي. وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. طبعا بعد ما اقطعها دلوقتي بقى هنوريها لهم بعد ما نقطعها. امال ايه؟ مش لازم صح. يشوفوها. هنقطعها زي ما انتم شايفين كده وهوريكم بقى بيضه قد ايه من جوه وكان شكلها حلو وكانت مستويه سوا كامل. يلا اشوفكم المره الجايه في وصفه جديده من وصفات حلويات اكلنا مع ندى الحديدي. سلام. 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 سلام.